كان هناك شاب صغير يدعى أحمد. كان لديه حلم كبير، وهو أن يصبح مؤلفا مشهورا. كان يحب الكتابة منذ صغره، وكان يملك خيالا واسعا وقدرة فريدة على إيصال الأفكار والمشاعر من خلال الكلمات. عندما بلغ أحمد سن المراهقة، قرر أن يبدأ في مشاركة كتاباته مع العالم. قام بإنشاء مدونة شخصية على الإنترنت، وبدأ في نشر قصصه ومقالاته. ومع مرور الوقت لاحظ أن لديه متابعين يقرؤون ويستمتعون بما يكتبه. ومع ذلك تواجه أحمد تحديات كثيرة على طريق تحقيق حلمه. تلقى الكثير من الانتقادات والشكوك من الناس الذين لا يعتقدون في قدراته وأحلامه. واجهته أوقات صعبة حيث شعر بالإحباط والشك في ذاته، لكن أحمد رفض الاستسلام. استخدم الانتقادات والشكوك كوقود له للنمو والتطور. قرر أن يعمل بجد ويحسن من قدراته ككاتب. قام بقراءة الكثير من الكتب والمقالات وحضور ورش العمل ليتعلم أكثر عن فن الكتابة والإبداع. بالإضافة إلى ذلك، قام أحمد بتشكيل شبكة دعم من الأشخاص الإيجابيين والملهمين. التقى بكتاب آخرين ومشاركة أعمالهم وخبراتهم، واستفاد من النصائح والتوجيهات التي قدموها له. ومع مرور الوقت وبعد جهود مستمرة، بدأت كتابات أحمد تتلقى المزيد من الاهتمام والتقدير. تلقى رسائل وردود فعل إيجاب. كانت لحظة تحول حياة أحمد عندما قرر أن يشارك إحدى قصصه في مسابقة كتابة عالمية. قدم قصته بكل شغف وتفان، وانتظر بفارغ الصبر النتائج. وفي يوم من الأيام وصلته رسالة تعلمه بأن قصته قد فازت بالمركز الأول. هذا الفوز كان تحفيزا كبيرا لأحمد. أدرك أنه يملك موهبة حقيقية وقدرة فريدة على التأثير على الآخرين من خلال كلماته. بدأ يتلقى عروضا لنشر كتابه ومشاركة قصصه في الصحف والمجلات المشهورة. ومع ذلك بدأت التحديات تظهر بشكل أكبر. واجه أحمد ضغوطا كبيرة لتلبية توقعات الناس وتحقيق النجاح المستمر. كان عليه التعامل مع ضغوط الشهرة والتواجه مع تحديات جديدة في مجال الكتابة. في أحد الأيام خسر أحمد عزيمته، وشعر بأنه لم يعد قادرا على الكتابة بنفس الشغف السابق. قرر أن يأخذ قسطا من الراحة ويبتعد عن الضجيج ليعيد اكتشاف شغفه ورؤية هدفه الحقيقي. خلال رحلته الشخصية، قابل أحمد امرأة مسنة حكيمة شاركت معه قصصها وخبرتها في الحياة. كانت هذه اللقاءات ملهمة، وأعطت أحمد القوة والإلهام للعودة إلى كتابته مجددا. بدأ أحمد بكتابة قصة جديدة، قصة تعكس تجاربه وتحدياته الشخصية. كانت هذه القصة تأتي من القلب، وكانت تعبيرا عن رحلته الشخصية لاكتشاف الذات والتغلب على الصعاب. قرر أحمد نشر هذه القصة في كتاب يحمل عنوان المغامرة الداخلية. حظي الكتاب بشعبية كبيرة وترجم إلى العديد من اللغات. بدأت رسائل الشكر والإلهام تتوالى من القراء الذين وجدوا في قصة أحمد القوة لمواجهة تحدياتهم الخاصة. ومنذ ذلك الحين أصبح أحمد ملهما للكثيرين حول العالم. يقدم محاضرات وورش عمل حول الإلهام والتحفيز الشخصي. يساعد الآخرين على استكشاف مواهبهم وتحقيق أحلامهم. تتجلى قصة أحمد في القدرة على تحقيق النجاح من خلال العمل الجاد، التعلم المستمر، والاستفادة من الصعاب. تذكرنا قصته بأهمية الإصرار والإيمان بأنفسنا، وأن الحلم الذي نسعى لتحقيقه يستحق كل الجهود والتضحيات.